ياسين دلوقتي انت معاك 1000 جنيه في جيبك تقدر تروح بيهم. ياسين انت شاطر وانا بحب اكافئ الطلاب الشاطره. شكرا. ياسين هسألك سؤال واحد كمان وتجيب حد صاحبك يجاوبه معاك، تتناقشوا مع بعض. تمام اوكي. تمام؟ حلو. لو جاوبتوا السؤال ده صح ياسين انت هتاخد 1000 جنيه كمان وجايزه قيمتها 3 اضعاف، يعني هتاخد 4000 جنيه ما يوازي 4000 جنيه. كل دول بتوعك لوحدك. لوحدك. طيب بس خلي بالك لو ما جاوبتش هاخد منك ال 1000 جنيه بجد؟ وهاخد سؤال صعب. لا جايز. ايه ده؟ انت قررت انك تكمل؟ طب تعال. سؤال صعب. سؤال صعب. جايز انت بتذاكر ولا لا؟ يلا بينا. جايدة هديكوا انتوا الاتنين سؤال تتناقشوا فيه مع بعض. جايدة النبي يا جايدة اقسم بالله هتعلك في كل صلاة. النبي. انتوا الاتنين علماء في معمل، وبعد ما خلصتوا شغلكم اتفضل عندكم فضلات او حاجات المفروض تتخلصوا منها مليانه احماض قويه ايا كان بقى، سلفوريك اسيد، هيدروكلوريك، وات ايفر. عايز اتخلص منه بطريقه امنه، اعمل ايه بالخطوات؟ شكرا. هو بجد لو فاهم درس الاحماض والقلويات والانديكيتورز هيجاوب على السؤال ده بسرعه. يلا فاضل 10 ثواني. اتفقتوا على الاجابه؟ واثق فيها؟ لا. تعالي بصي ليهم كده وقولي الاجابه. معايا حمض قوي وعايز اتخلص منه بطريقه امنه، ها؟ اجيب سترونج الكالي عشان يطلع لنا سولت ووتر. اقسم بالله هتعلك في كل صلاة. اجابه صحيحه. الله عليك. عاش يا ياسين، عاش يا ياسين، عاش يا ياسين. اول جايزه عشان بس نعرف ياسين هناخد ايه. قتله 1000. ياسين شوف الاول انت معاك 1000 جنيه طلع بس. معاك ميكروسكوب شارع عم سقف ياسين. وفوق كل دول كمان 1000 جنيه يا ياسين اللي وعدتك بيهم. ياسين وجايده مش عايز تقول لها حاجه؟ شكرا جدع يا ياسين. الفكرة في الأول. جايده متابعه شارع العلوم؟ يعني لو سالتك سؤال تجاوبي عليه؟ لو جاوبتيه وانت متابعه شارع العلوم هديكي 1000 جنيه. مفيش امتع من العلوم فين؟ شارع العلوم. اجابه صحيحه. 1000 جنيه جايده. اتفضلي يا جايده. سقفه كبيره ليهم بقى يا شباب.